بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ميمي ديزاد راح نقدم لكم اليوم هذا لا فيديو الخاص بخياطة سروال القميص. أنا رايحين نشوفوا مع بعضنا الطريقة. فمرحبا بالجميع. الحاجة الأولى اللي بديت بها هي خياطة هذا الجيب الصغير. جبت البي ديالي، حطيت في العرض تاع الجيب، حطيت الوجه مع الوجه هكذا وخيطت، ثم نثني هكا ونزيدو نخيطوه. الآن نزيد نثني كامل الجيب ديالي ونخيطو كامل توغ دو توغ باش نتحصل على الجيب هذا شباب ومفيني كما راكم تلاحظوا في الفيديو. الآن نروحو نخيطو الجيب الكبير. نفس الشيء نجيبو البي ديالنا، نحطو الوجه مع الوجه بهذه الطريقة، نحطوه على وجه القماش طبعا بهذه الطريقة، ثم نقوم بثني هكذا للجهة الداخلية، نثني للجهة الداخلية ونقوم بالخياطة عادية. إذن درنا هذا الجهة تاع هذيك الحردة تاع الجيب طبعا وخرجت لنا هذه النتيجة. نحكم القطعة تاع القماش ديالي في الوسط ونطويها، نثنيها على اثنين هكا، قلنا نحكموها نثنيوها في الوسط، في وسط القطعة، ثم نحطوها هكا قطعتين متساويتان، ثم ندخلو من بعد ندخلو بأن سنتيمتر بواحد سنتيمتر ونقوم بالخياطة 1 سنتيمتر هكذا ونخيط. نتحصلوا على قطعتين متساويتان بهذا الشكل. هنا نديرو بوان داغي طبعا دائما باش ما تفدقلناش الخياطة. إذن هاي لك النتيجة كما راكم تشوفوا. الآن نجيب البي مرة أخرى ونحطو في هذيك الثنية، نحطوه تحت هذيك الثنية، لاحظوا مليح وين راني حطيته، نحطوه تحت الثنية هكا ونخيط من الفوق. ثم نفتح القطعة ديالي ونحط هذيك الثنية تاع البي فوق قطعة القماش ونعاود نخيطها من الجهة الفوقانية. شوفوا النتيجة اللي تحصلت عليها. الآن نروح نثني الجهة المتبقية ونخيطها طبعا ونزيد نخيط الجهة السفلية هكذا بهذه الطريقة كما راكم تلاحظوا. نروحوا للسروال ديالنا، نجيبوا الجهة العلوية أو الجهة الأمامية متاع السروال ونبدأ نلصق أو نخيط القطعتين، القطعة الأمامية طبعا والقطعتين عفوا القطعتين الأماميتين والقطعتين الخلفيتين هكذا. نحط السروال ديالي. الآن نجيب البوش الصغير والبوش الكبير ونحطهم هكا مع بعضهم ونبدأ نستعين بالليزيبانكل طبعا باش نقدر ندي المقاس والعبار الصحيح، طبعا دائما في الجهة الأمامية من السروال. فوالا نبداو نخيطو الجيب الصغير، نفوتو في الجيب الصغير نخيطوه هكذا، ثم نحطو فوقو الجيب الكبير طبعا ونخيطو هكايا كما راكم تشوفوا من الأسفل كذلك. أما الجهة اللي مفتوحة نخلوها ما نخيطوهاش، نخلوها مفتوحة
وهذه هي النتيجة. الآن نروح نخيط الجهة السفلية من السروال. نجمل القطعتين هكذا كما راكم تشوفوا، وكذلك نخيط لي كوتي أي الجوانب، ثم نقوم بالسرفلة. نروح نسرجي السروال تاعي كامل. شوفوا هنا الطريقة اللي راني نديرها، نجبد القماش إلى الأعلى ونجبد بيدي الجهة هذه، راح تكون عندنا فينيسيون رائعة. هكذا كنت سرجيت كامل السروال ديالي. الآن نروح نركب لاستيك. طريقة تركيب لاستيك، عندي هنايا 59 طول قطعة لاستيك 59 سنتيمتر. نروح نخيط لاستيك ديالي، نقفلو أو نغلق لاستيك ديالي، ثم نضع الوسط، ثم نضع هكا بالسيالة خطوط الجهات الأربعة. إذن نضع خطوط الجهات الأربعة وراح نلصقو بليزيبانكل فوق السروال. إذا نلصق لاستيك فوق السروال بليزيبانكل هكذا كما راكم تشوفوا، والخطوط الأربعة دائما نحطوها جست مع الخياطة تاع لي كوتي. إذا هايليك الخياطة الثانية، هايليك هذا كما نقولوا المغصو، هذا المغصو بروميير مغصو، هذه الجهة رقم 1. شوفوا كيفاش راني راح نخيطها. طبعا نحطوا لاستيك من الجهة الداخلية للسروال هكذا، ونخيط ونجبد لاستيك، نعدلو بيان كوم يلفو، نجبد مليح لاستيك، وبنفس الطريقة نخيطوا الجهات الأربعة. هنا نروح نطوي نفس الشيء، نطوي للداخل هكذا الجهة الداخلية تاع السروال طبعا، ونفس الطريقة ونفس الشيء نحكمو هذاك اللي درناه الخط دائما مع الخياطة، ونشد مليح بأطراف الأصابع هكذا، ونجبد لاستيك ديالي هكذا، نجبد لاستيك ديالي باش يجي هكذا، ونخيط، وبنفس الطريقة نخيط كامل الجهات الأربعة. الآن نروحوا الجهة السفلية تاع السروال. هنا نطويه على 2، هنا نطوي 2 طيات وندير لي زيبانكل لي دو كوتي، هاد الجهة تاع الخياطة والجهة الأخرى تاع الخياطة طبعا، ونبدأ نعطف السروال ديالي من الجهة السفلية، وهنا ندير له دوبل تور باش تخرج لا فينيسيون شابة. هنا نبدأ ندير ثقبتين هنا من الجهة الأمامية باش نركب لي كوردون تاعي تاع السروال. نجيبو الكوردون هذاك نحطو في هذا البوطون، ندخلوه لداخل وننبزو مليح هكذايا، نعبزو عليه مليح مليح من جهة، ومن جهة أخرى نحكم الكوردون هذاك ندير له مساك ونبدأ ندخلو هكذايا حتى نخرجو من الثقبة الثانية. نفس الشيء ندخلو الكردوات هادوك في البوطون ونعبزوهم مليح هكذا ويكون جاهز. كنا هنا كملنا السروال ديالنا. ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو، استفدتم ولو بالقليل. ديروا مشاريعكم واتكلوا على ربي سبحانه. نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. نحبكم، سلام.